السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش جاية أكلمكم على فضل يوم عاشوراء، وهو يكفر سنة ماضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر سنة ماضية. واليوم ده بنحتفل بيه بنجاة الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى ومن معه من المؤمنين. اللي عايزة أذكر بيه الناس يوم عاشوراء وغيره من الأشهر أو الأيام اللي دي نفحات من عند ربنا سبحانه وتعالى، زي الإنسان مثلا اللي بيبقى في الدنيا بيكسب حاجات في أوقات معينة، أو لله المثل الأعلى الناس اللي قاعدة على تيك توك دول بيكسبوا جوائز أو نفحات فبيكونوا مبسوطين جدا. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى خلى للإنسان من أول ما خلقه ليه نفحات في الدنيا يستفيد فيها وتبقى جايزة ليه ويبقى جزاء ليه، وهي النفحات دي زي يوم عاشوراء. فلازم نستغل الايام دي والايام دي مش للناس اللي هي متبعه السنه او الناس المؤمنه، بالعكس الناس اللي ارتكبوا ذنوب او معاصي محتاجين الايام دي اكتر منهم، واللي احنا نكسبها ما نخسرش فيها. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منهم 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فاحنا مش عايزين اللي احنا نظلم نفسنا باللي احنا نلاقي يوم القيامة خاسرين عشان يوم بسيط بس ممكن نكسب منه ثواب كبير قوي. فالنفحات دي نحاول نستغلها ونكسبها، ودي جوائز لينا من الله سبحانه وتعالى اللي هي تكفر عنا السنة الماضية، واحنا محتاجين طبعا اللي يمحي ذنوبنا ونبدأ صفحة جديدة. ولما نبدأ مع خالق الكون سبحانه وتعالى فربنا ييسر لنا امورنا في كل الامور الباقية من امور الدنيا. فان شاء الله نفوز بهذا اليوم الكريم. هو اليوم العاشر من محرم، ومن اشهر الحرم الاربعه اللي ربنا قال عليهم: محرم ورجب وذو القعده وذو الحجه. فعايزين نكثر منهم من الخير، واللي احنا نبتعد بقدر الامكان عن المعاصي ونستفيد من اليوم ده ونقدر ان احنا نصوم فيه ونفعل الخير. يوم واحد بس هيمحي لك سنه كامله، فحاول تستفيد من اليوم ده، وربنا يوفقنا جميعا لصيامه كما يحب ويرضى ويرضى عنا جميعا. ولازم نفكر الشباب الصغيرين مهما كنت بعيد عن ربنا انت محتاج اليوم ده، لانه نفحه او جايزه من عند ربنا عشان يخليك تبدا بنفس مطمئنه، نفس جديده، تبدا حياه جديده في السنه الجديده. وربنا يكتب لنا جميعا كل خير.